ايه اللي جاب الناس دي هنا؟ ياض الزم ادبك، احنا محترمينك بس عشان مكبرين الراجل ده. الموضوع واقع يا حاج هارون. اتفضلوا يا رجاله. حد هارون. يا مرحبا يا رجاله، اتفضلوا 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 يا رجاله. خير يا رجاله، منورين. والله يا حاج هارون الناس دي ديالك في خدمه وعايزينك تحلها لهم. خير ان شاء الله. والله يا حاج هارون بالعربي كده احنا عايزينك تخش الميه عن ولد رضوان. ولد رضوان؟ ليه انا ولد رضوان وانت وشك مش غريب عليا؟ واد مين انت؟ احنا ولد علي ماهر يا حاج هارون. علي ماهر؟ علي ماهر ده ما توفى من زمان وساب ارضه. حصل. واحنا جينا عشان نرد عرضنا ونرد على الحاج لاصحابه، واحنا معانا عقود بالارض دي هتتحل المشاكل اللي بيننا ونشوف هترسى عليها في الاخر. طب وايه سبب المشكله وانت جاي واخد بالك الموضوع كده واخده على صدرك كده جو ليه؟ سيب الموضوع بالراحه كده وقول لي على القصه من اولها لاخرها، وانا ولد حاج رضوان ليا فيهم زي ما انا ليا فيك كده عادي. الموضوع واقع يا حاج هارون. والله يا حاج هارون احنا طول عمرنا عايشين برا، لما جينا عشان ناخد ارضنا الجماعه اللي هناك طلعوا فينا طلعه مش كويسه، واحنا ما سالنا لقيناك انت كبير المكان وكبير المنطقه هنا، فجينا لك عشان نحل الموضوع ده بالادب والذوق بدل المشاكل. والله يا ولد عداكم العاب وازح وعين العقل اللي انت عملتوه، لو ليكم حق هيجيلكم لغايه تحت رجليكم، وسيب الموضوع ده على ربنا صم عليانا. يا واد عبد الرحمن يا عم هارون. عند ارض الحاج رضوان هتلاقي سيد واحمد هناك، قول لهم كلام الحاج هارون وتعال. ماشي يا عم هارون. طبعا نستاذن احنا يا حاج هارون عشان ما يحصلش بيننا وبينهم اي احتكاك. ولد عيب عليك، انت من كتر بعضك في بلاد بره نسيت تقاليد البلد ولا انت قاعد عند رجاله وقاعد مع رجاله كبيره قوي؟ سيبك من الكلام اللي انت بتقوله ده، تعال نقعد في الهوا بره. تعال اتفضل يا رجاله، تعال. زيد فضلك يا حاج هارون. اتفضل يا رجاله، اتفضل اتفضل. صلوا على النبي يا رجاله عشان اللي باول شرط اخر نور. زمان ولد الحاج رضوان جايين، ليكم حق هيجيلكم تحت رجليكم، بس بعد اذنكم كلكم عايز حد يتكلم ليه حق هجيبهوله. وانت مروان بص على عبد الرحمن شاف عوق كده ليه؟ ايه اللي جاب الناس دي هنا؟ ياض الزم ادبك، احنا محترمينك بس عشان مكبرين الراجل ده. صلوا على النبي يا رجاله، اقعد واعقل كلامك يا احمد، الناس دي ضيوف وجايه عندي، اعقل كلامك للمره الثانيه. ارتاحوا يا رجاله. ايه الحكايه يا حاج هارون؟ انت مش فاهم اللي فيها يا هارون. انا عارف وانت كمان عارف، والناس دي على حق ومعاهم عقود يثبتوا ان الارض دي ارضهم، والناس دي مش جايه في مشاكل، جايه الحل وعايزه تحل، وجايين قاعدين معايا وانت جاي تقل ادبك، فاحنا جايين دلوقتي نحل.